السلام عليكم يا جماعة. الفيديو ده للسودانيين اللي قاعدين في مصر، فترنا ذاته من قول السودانيين اللي قاعدين في مصر. والفيديو ده للنسوان ولا البنات اللي قاعدات في مصر تحديدا، ولفئة معينة هم عارفين نفسهم. عايزين تصلوا لشنو؟ بس فهمونا عشان نبقى عارفين ونمشي معاكم في المود. عايزين تصلوا لشنو؟ نحن وصلنا ليفل الوحش في قلة الأدب. يعني بتعملوا تصرفات كلها غلط وما مسمح لنا نعقب عليكم. ما مسموح لنا. دي حاجة بتحكي تربيتك وتربية أهلك وبتحكي شخصيتك والبيت الطالعة منه. والله ما عندنا حق الاحتراط ولا لنا نتدخل، لكن تعملي سلوك تسيئي بيه لنا نحن كسودانيات، ده ما مسموح لك بيه خالص، ما مسموح لك بيه. يعني أنا قاعدة في مكان في القاهرة تحتي دكان بيرة ما بنيته، أنا جيت لقيته قاعد. كوني ألقى سودانيات بيشتروا في البيرة ولا مرة ولا مرتين، كوني ألقى سودانيات بيشتروا في البيرة، طيب برضو ده سلوكك ودي مصارينك، انت حرة فيها. تهريدية تخليها، تشربي قدام بيتكم، تشربي بالدس، ده ما موضوع بخصنا. جاية محل البيرة بالتوبة السوداني ليه؟ جاية محل البيرة بالتوبة السوداني ليه؟ من 200 يا جماعة نحن في السودان قاعدين نمشي نشتري بيرة. من 200 عندنا بيت في السودان بتمشي تجيب في دكان بيرة. دارين تصلوا لشنو؟ ما تخلونا نعيش باقي احترامنا. ده لو فضل لنا احترام ذاته لحد ما كل زول يطير ارجع أهله. أنا كإنسان قاعد بربي في عيالي، ليه ما من حقك تحرميني إنه أنا أنزل الشارع تحت أجيب مقاضي أولادي بسبب نظرة الناس لي؟ ليه تخلوا توبنا السوداني بصمة عار لينا بعد ما كنا بنحتز بيه؟ يا أخي اللي بتعملوا في ده عيب عليكم، عيب عليكم يا أخي. حاسبوا شوية على تصرفاتكم على حاجاتكم. نحن ما مشينا الدول الأوروبية، نحن قاعدين في دولة مجاورة، ودولة مجاورة شديدة.